معاك 5 ثواني وتقول لي اللوجو ده بتاع شركة إيه؟ اللوجو ده بتاع شركة مرسيدس بنز. طب معاك 5 ثواني تانيين وتقول لي اللوجو ده عبارة عن إيه؟ في واحد اسمه دايملر. الراجل ده كان عنده فكر كده حلو، إن هو يعمل محركات تنفع في الجو وتنفع في البحر وتنفع في البر. طبعا في الجو للطيارات، والبحر للسفن، وفي البر للعربيات. الفكرة دي اتحطت على أرض الواقع في شكل شركة، واتحطت العلامة التجارية بتاعتها اللي هي النجمة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، وبقت علامة تجارية في 1909. من ناحية تانية كان في واحد اسمه بنز، وكان عنده شركة سيارات، والشركة دي اللوجو بتاعها أهو قدامكم، وهتلاقوا في حاجة اسمها إكليل الغار. وإكليل الغار ده المفروض ده جاي من شجرة بالمناسبة. الإغريق والرومان لما كان يحصل مسابقات ما بينهم ويبقوا عايزين يتوجوا اللي هو الفائز، كانوا بيعملوا له اكليل او تاج كده صغير يلبسوه للفايزين. دي حاجه تكريما ليهم يعني. فبعد الحرب العالميه الاولى حصل مشكله اقتصاديه في سوق السيارات في المانيا، فدايلنر وبنز قرروا يدمجوا الشركتين مع بعض ويطلعوا شركه اسمها مرسيدس بنز، وده بقى اللوجو بتاعهم. دمجوا النجمه مع اكليل الغار. وطبعا مع الوقت قعدوا يبسطوا الشكل لحد ما وصل للشكل اللي احنا عارفينه النهارده اللي هو المتعارف عليه. في معلومة سريعة كده عايز أقول لك عليها، إن أصلا كلمة مرسيدس هي كلمة أسبانية وهو اسم بنت. تابعني عشان عالم اللوجوهات ده كبير جدا ومليان قصص، فخليني أحكيها لك.